بنسخته الرابعة عشر ينطلق مهرجان المانجو هنا في محافظة القنفذة، هذه المحافظة الحالمة والتي تتميز بوجود أكثر من نصف مليون شجرة مانجو. هذا الرقم الكبير لا شك أنه ينم عن إنتاج زراعي مميز ليس يغطي فقط المكان المحلي بل يصدر حتى خارج المحافظة. سنصحبكم في تفاصيل هذا المكان فكونوا معنا. هنا في مهرجان المانجو تنبض الأرض بعطائها وتفتح أبواب الأمل لمزارعين كرسوا جهودهم لزراعة تروى بالعرق وتقطف بالفرح. فالمهرجان ليس مجرد احتفال موسمي بل منصة حيوية لدعم المنتج المحلي وتقديم المزارع البسيط بطلا في مشهد التنمية الريفية. نحن كمزارعين مبسوطين بالمهرجان هذا، وهذه تعتبر لنا أول مشاركة، واحنا كمزارعين ايضا مواكبين مع الرؤيه، والحمد لله زي ما انت شايف تعتبر اول مشاركه، وان شاء الله السنه الجايه تكون مشاركه وبكميات اكثر والحمد لله. المانجو ليست وحدها النجمه، فالمهرجان بات وجهه سياحيه يقصدها الزوار من مختلف المناطق باحثين عن نكهه لا تتكرر وتجربه تمزج بين الطعم والهويه وبين الترفيه وروح الضيافه الساحليه. يجذب المهرجان السياح من منطقة عسير والباحة والمناطق المجاورة ومنطقة مكة وجدة إلى هذا المهرجان، وأيضا يكون هناك جذب سياحي لمحافظة القنفذة بشواطئها وبجزرها، وأيضا حتى في الحراك الاقتصادي للمحافظة. ما بين طاولات العرض وأهازيج الفرح يترسخ المهرجان كعلامة فارقة في تنمية الاقتصاد المحلي وتعزيز السياحة الزراعية وخلق فرص جديدة لسكان القنفذة. فكل حبة مانجو ليست مجرد ثمرة بل شهادة حية على عشق الإنسان لأرضه ووعد متجدد بمستقبل ترويه الأحلام ويثمره الإصرار. لقناة الإخبارية أحمد البرتاوي، القنفذة.